اشتريت عجلة مخصوص عشان اخس بعد ما وزني زاد ل100 كيلو، بس اللي حصل بعد كده مش هتصدقوه. العجلة هي اللي ركبتني بدل ما انا اللي اركبها. هقول لكم ازاي. في سنة 2015 اشتريتها وكان سعرها وقتها حوالي 850 جنيه، يعني بسعر دلوقتي حوالي 125 دولار، يعني حوالي بتاع 6500 جنيه بسعر النهاردة. واشتريت لها كمان كرسي عشان اللي كان جاي معاها كان ناشف شوية، على ما اتذكر يعني كان عامل 35 جنيه. هي كانت عجلة سودة، اي والله كانت سودة فعلا، مش اقصد ان لونها كان اسود، لا هي كانت لونها اسود وليلتها سودة. صناعتها كانت صيني وفيها مساعدين، شكلها كان جامد فشيخ. اللي يشوفني بيها وانا راكبها يقول لي ولا اكنك راكب مرشيدس، بس للاسف ورا الشكل ده كانت مستنياني مفاجآت تانية كتير. على رأي المثل، اللي ما يعرفش يقول مرشيدس. اول ما ركبتها حصل لي حاجة ولا افلام الكرتون ولا افلام توم اند جيري. العجلة اتفككت كلها من بعضها حتة واحدة بعد ما مشيت بيها حوالي كيلومتر واحد بس، ودي كانت بداية القصة الطويلة مع المرشيدس. شلتها وروحت بيها لرقعة العجلاتي، ايوه اسمه كده رقعة عشان بيرقع الكاوتش. فبسأله هي ازاي اتفككت كده من بعضها يا رقعة؟ قال لي كان المفروض تجيلي بيها اول ما اشتريتها عشان اقرط لك عليها كويس بالمفاتيح والالانكيه عشان تبقى متينه كده وجامده. هي كانت متصلبه كوليشن كان كده اي حاجه يعني، عشان بس تتعرض في معرض لبيع العجل بس قلت له ازاي ده؟ انا مدي للراجل بايديا 5 جنيه بقشيش بحالهم وربطها قداميش. قال لي ضحك عليك يا مغفل، دي عايزه لها يجي شغل ساعه بحالها تربيط. العجل بيجي مفكوك من بلده ويتصدر لمصر في كراتين، بيبقى مفكوك حته حته والمحلات بتمسكه تجمعه بسرعه اي كلام. والصح بقى انك اول ما تشتريها تروح لعجلات محترم يربطها صح. بقيت كل يوم اركبها، وكل لما اركبها حاجه فيها تبوظ واخدها واروح لرقعة على عجلاتي يكشف عليها ويعمل لها عمليه جراحيه مستعجله ويستأصل لها قطعه الغيار التعبانه فيها بواحده لانج جديده، لحد ما في الاخر صرفت عليها ثمنها بالكامل 850 جنيه. المضحك بقى في المأساة دي كلها ان رقعة على عجلاتي بقى صاحبي وصعبت عليه، وكل مرة كنت اروح له بالمرشيدس يديني كرسي ويعمل لي عصير ليمون عشان يهديني من فرط الصدمة. ورغم كل ده ركبت العجلة 6 شهور وكنت بتمرن بيها تمرين موت، كنت هريها شغل، بجري بيها مسافات طويلة جدا. مرة وصلت بيها لأكتر من 100 كيلو متر، كنت بتمرن بيها بأقصى سرعة فيها لمدة 4 ساعات. ده مش بس تمرين، ده كان تمرين وبهدلة على الآخر. بس وسط الغم ده كله أنا كنت محظوظ. هقول لكم ليه كنت محظوظ. دايما المرشيدس كانت تبوظ مني قبل ما اوصل البيت بحوالي 2-3 كيلو متر كده، يعني كنت برجع بالعجله ماشي على رجلي. كويس انها ما باظتش مني وانا بعيد 100 كيلو. وبعد كل ده بقى اكيد انتوا بتسالوا نفسكم هل انا خسيت ولا لا؟ انا فعلا خسيت وخسيت كتير كمان. وزني نزل من ال 100 كيلو لحد 75 كيلو في 6 شهور بس. لحد هنا وقلت كفايه بهدله المرشيدس. المرشيدس علمتني الادب. انا تقريبا خسيت من حرقة الدم مش من الرياضة نفسها. انا خلاص قررت اني مش عاوز اشوف رقعة تاني. وبعد ما صلحت فيها كل حاجة وبقت جديدة لانك، لان كل قطع الغيار اصلية وجديدة، قررت اني ابيع المرشيدس. ويا ريتني ما قررت. وهنا دخلت في ليلة سودة تانية خالص. غسلتها بالجاز ولمعتها وبقت اخر شياكة وعروسة، وصورتها كذا صورة ورفعت صورها على الفيسبوك وأوليكس وعرضتها للبيع ب 800 جنيه في 2016. نيجي بقى لأول مشتري اتصل عليا، فضل يفاصل معايا ويلف ويدور ويدحلب وانا مريحه خالص وبشوف اخره ايه، لحد ما وصلت له مع السعر ال 400 جنيه. قال لي غالية برضه. قلت له امال انت عايز تدفع فيها كام؟ قال لي بص يا باشا هي اخرها 100 جنيه، اصل انا هاجي بعربيه نقل واحطها فيها واشيلها واوديها. قمت قافل السكه في وشه. تاني مشتري بقى اتصل عليا واتفقت معاه على السعر 700 جنيه، وجه فعلا يشوف المرشيدس وكان معاه عجلاتي. فضل يفصفص فيها ويتفحص ويتمحص وفي الاخر قال لك انا مش شاريها. تالت مشتري بقى كتب لي رساله بس على الفيسبوك وقال لي انا هشتريها هديه لابن اختي. قال لي عايز فيها كام؟ قلت له 600 جنيه وده اخري. جه فعلا ودفع 3 ورقات 200 وخدها ومشي. تاني يوم بقى كنت معدي قدام رقعة العجلاتي، قلت اما اسلم عليه.
فقال لي هو انت بعت المرسيدس؟ قلت له عرفت ازاي؟ قال لي ما المشتري جابها لي امبارح عشان ينفخ. قلت له يا رب بس المرسيدس ما تنفخوش هو كمان. رقع رد عليا بضحكه صوتها عالي لدرجه انه كان هيفرقع زي فرد الكاوتش اللي بيرقعها كل يوم. طبعا بقى انتوا بتسالوا نفسكم انا عملت ايه بال 600 جنيه اللي انا بعت بيهم من المرسيدس، بس والله العظيم ما هتصدقوا اللي حصل ايه بالظبط، بس هو حصل فعلا. اشتريت بيهم فراخ ولحمه وفاكهه، اكلتهم ورجعت تخنت ال 25 كيلو تاني. انا فاكر كويس ان الفرخه البلدي كانت ال 2 كيلو كانت عامله 45 جنيه سنه 2016، وكيلو اللحمه كان ب 70 جنيه. سؤال الحلقه بقى، ايه الحاجات اللي انتوا اشتريتوها وكنتم متحمسين قوي وبعد كده ندمتوا عليها وقلتوا يا ريتنا ما اشتريناها؟ شاركوني بتجربتكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.